انا بقى نفسي اعرف ليه وعلشان ايه واقفين عليها بالطبور وقال ايه الطبق الواحد بقى ب50 جنيه. تعالي النهارده اقولك على طريقه بسبوسه مستحيل تفشل معاكي ابدا، وبدون بقى لا لبن ولا حتى سمنه. ايوه والله بدون لبن ولا سمنه. يعني ايه؟ هتعمليها بالميه، دي معموله بالميه، دي بسبوسه المحلات اللي احنا بنقف عليها بالطابور، وكمان مفيش اي نسبه فشل فيها. تعالي بقى شوف الطريقه واحكم انت بنفسك. في الاول هحتاج لكوباية من السكر وعليها كوباية من المية. بس المية هضيف في الأول ربع كوباية وهسيب بقية المية، هقول لكم هنعمل بيها ايه دلوقتي. هسيب بقى السكر مع المية يبدأ ان هو يدوب. اول ما السكر بيدوب معايا ببدأ ان انا استخدم كده معلقة خشب او سيليكون واديله تقليبة بالشكل ده، وهسيبه بقى على نار تكون هادية لغاية ما يكرمل معايا. اهم حاجة ما تستنيش لغاية ما يغمق معاكي، يعني اللون الدهبي ده حلو قوي، لان السكر لما بيغمق بيديكي مرارة كده مش هيعجبك الطعم. بعد كده بقيت كوباية المية اللي كانت معايا من الأول هنزل بيها واحدة واحدة، وهستنى لغاية ما السكر يدوب معايا تماما. هحتاج هنا بقى دلوقتي بعد ما ادوب السكر كويس معلقة ونص من عسل الجلوكوز. طب ليه بديل؟ ايوه لو انتي مش عندك عسل جلوكوز استخدمي عسل نحل معلقة ونص برضه. بطفي النار وبدوب عسل الجلوكوز على سخونة السكر اللي احنا كرملناه وبسيبه على جنب لغاية ما يهدى. دلوقتي بقى هجيب هنا نص كيلو من دقيق السميد، ده انا بجيبه من عند العطار اللي هو الوسط. قوليله بس دقيق سميد. هضيف عليه رشة من الملح وكمان باكت من الفانيليا وهقلبهم مع بعض كويس جدا. دلوقتي بقى انا مجهزة كوباية الا ربع من الزيت، والله انا مستخدمة زيت المطبخ العادي اللي هو الآلية، بس اهم حاجة اي زيت تستخدميه ما يكونش ليه ريحة. وبقلبه مع السميد كويس قوي، بصوا لغايه ما السميد يتغلف كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. بعد كده بقى فاكرين بقى السكر اللي احنا كرملناه، هبدأ ان انا انزل بيه. وطبعا هو دلوقتي يعني بصوا لو نزلت صبعي فيه استحمله، دافي بسيط جدا مينفعش ننزله هو سخن. معايا هنا بقى الصينية بتاعتي جبت فيها معلقة صغيرة من السمنة ودهنتها بالشكل ده، ولو مش حابة تستخدمي سمنة خالص ممكن تدهنيها بالزيت. بس معلقة السمنة اللي دهنت بيها الصينية دي الصراحة ادتني طعم وريحة للبسبوسة، وهي دي طريقة المحلات، لا هنزود ولا هنقلل. نزلت بقى بخليط البسبوسه وهديله بس كده خلطتين لغايه ما اسويه بالشكل ده. معلقه بقى من الميه وببدا ان انا امسح الوش. عاوزه اقولك هتخليها معاكي ما شاء الله لونها حلو جدا وانتوا شفتوها في اول الفيديو. دلوقتي سخنت بقى الفرن بتاعي على درجه حراره 180 ومشغله من تحت بس. دخلت بقى البسبوسه بتاعتي في الرف الاوسط، واول بقى ما البسبوسه بدات تحمر معايا من الجوانب بدات ان انا احط الشربات بتاعت البسبوسه. لازم أن تكون شربات سخنه، عبارة عن كوباية ونص من السكر كوبايتين من المية. بعد الغليان بستنى عليها 3 دقايق، لازم أن تكون هي سخنة وكمان البسبوسة سخنة. زي ما انتوا شايفين اللهم بارك البسبوسة بتشرب شرباتها في لحظة. وكمان انا عاوزه اقولك ان السكر ده مظبوط جدا وكمان الشربات مظبوطه، هتشرب معاكي كل كميه الشربات. هجيب لها اي حاجه اغطيها وما شاء الله. انا عاوزه اقولك ان كل ما البسبوسه استنت كل ما كانت متماسكه معاكي، بس هعمل ايه؟ ريحتها كانت قلب الشقه والولاد مش صابرين نهائي. طبعا البسبوسه افضل حاجه لها ان هي تستنى كده 3 او 4 ساعات، بس احنا ما عندناش صبر. شايفين بقى جمال البسبوسة دايبة ومكرملة ومرملة، ومفيش بقى نجاح اكتر من كده. البسبوسة دي الطريقة الوحيدة اللي مفيش فيها اي نسبة فشل نهائي. شايفين دايبة وطعمها في حتة تانية خالص. ممكن بقى لو عندك قشطة وش اللبن، عندك قطعة كريمة زيني بيها، لو ما زيناش خالص فهتبقى طعمها تحفة. يعني لو انت عندك نص كيلو بس من السميد ولا عندك سمنة ولا عندك لبن، فانت هتعملي احلى واجمل صينية بسبوسة وممكن تدوقيها احسن من بتاعة المحلات بكتير. اظن بقى انا بعد المنظر القمر ده والسهولة وكمان التوفير الجامد ده، اظن ان انا استحق ان انتوا تقولوا لي تسلم ايدك يا لولا، وكمان قولوا لي تدوا البسبوسة دي كام من 10، وعاوزاكم كلكم تجربوها. شايفين دايبة